توقعات السوبر الكمبيوتر لأوبتا، شركة أوبتا للتوقعات والإحصائيات الرياضية. 56.3% فوز الكاب فيردي في دقيقة 90. معناتها كي تزيدها انت التعادل معناتها في دقيقة 90 نوليو نوصلوا تقريبا ل 42 أو 43.43% انه الكاب فيردي ما تربحش. ولو هكا لازمك تقراها زاد. هوني نتوجهوا الى اللاعب الموريتاني ابو بكاري كويتا. اللاعب هذا اللي كان قادر على اتمام عمليه تجاوز اللاعبين الخصم، عمليه مراوغه اللاعبين الخصم، اكثر واحد في دور المجموعات، وكان ذلك ب 11 مراوغه. كان قام ايضا بالتسديد 4 مرات بعد المراوغات ال 11 هذوك. معناتها بعد ما يراوغ راهو كويتا باش يسدد، وهذه اعلى ارقام في كاس افريقيا حاليا. نسبه نجاح تقريبا 80% في المراوغات. ورد بالك بعد ما يراوغ راهو باش يسدد، وتكون التسديده يا باش تخلق هدف يا على الاقل تخلق الخطر. قلك في دوري المجموعات اكثر اللاعبين ربحوا لي دويل هما موريتانيين. كويتا 27 دويل، وأوماري غاساما 26 دويل، 26 ثنائية هوائية أو أرضية. لاعبين موريتانيين يعني أتليتيكس، عندهم قوة بدنية وخاصة الرغبة إنه يربح كورته. بالنسبة لكاب فيردي هدفين من ضمن السبع أهداف اللي سجلوهم في دوري المجموعات كانوا عن طريق لاعبين اللي جاوا من البنك، لاعبين تم استبدالهم في المباراة. عملية التغيير اللاعبين السبستيتوشن راهو يجيبوا بها الأهداف. صحيح عمق متاع بنك، لكن زاد مدرب الكاب فيردي يعرف شنو يعمل، كيما زاد مدرب موريتانيا اللي هو أثبت جدارته للمرة الثانية على التوالي بعد ما كان حقق نجاحات مع فريق جزر القمر في الدورة الفارطة. تحليل صغير الماتش كاب فيردي ضد مصر اللي فيه 2-2. الجراف هذه ما تخافوش منه راهو سهل. هوني عنا الاكس جي الاكسبكتد جولز، يعني توقع هدف. توقع الهدف يتحسب حسب الكاليتي الكواليتي نتاع التسديده، الزاويه نتاع التسديده، البعد نتاع التسديده، وايضا وجود لاعبين الخصم نتاع التسديده. يعني كي نقول لك اللي عندك 1 اكس جي معناتها كان يجب عليك ان تسجل هدف، نظرا انه التسديده هذيك نورمالمون تترجم الى هدف. هوني في الماتش هذا مصر كان عندها اكثر اكس جي رغم اللي المقابله وفات 2-2، وكان سجل اول هدف لها وقت اللي كان عندها اكس جي وعندي فوق الواحد. هذا نسبه محترمه. لكن كاب فيردي راهي وقت اللي سجلت اول هدف لها كان عندها اكس جي عندي فوق صفر دوبلاش، وني نحكيو على 0.2 مثلا. معناتها من 0.2 كاب فيردي راهي ترجمهولك الى هدف. هوني القوه، القوة انك يبدا عندك اكس جي اقل من بونتو، اقل من واحد، وانت ترجمه الى هدف. هوني مصر وصلت الاكس جي نتاعها باش ماركت الثاني 1.65، ماركت هدفين، نسبة معقولة مع انت توقع الاهداف اقل من 2 بشوية ونسجل جزء اهداف. لكن كاب فير ماركات هدفين وقت اللي الاكس جي نتاعها 0.6. هذا ايش يحب يقول؟ يحب يقول اللي الكاب فيردي تترجم أنصاف الفرص إلى أهداف. بالنسبة لموريتانيا وألجيريا تحليل صغير. هوني الإكس جي لموريتانيا 1.25 هدف وربع، سجلنا منهم هدف. بالنسبة لألجيريا الإكس جي متاعها 1.64 ما سجلت حتى هدف. كما كان ترجعوا لتالي شوية راهي مصر من 1.65 إكس جي توقع أهداف سجلت هدفين. وني بتشوفوا معناتها الفرق انه عندك انت 1.65 تقريبا نفس توقع الاهداف لمصر ولألجيريا، لكن ألجيريا هوني فشلت في تسجيل الاهداف. موريتانيا قامت ب 17 من تسديده، 7 منهم على المرمى، وكان لها نسبة الامتلاك 25%. تكون نسبة مش مرتفعة، لكن إذا كنت توصل للشباك راهو هذاك تكتيك مش بالضروري البوسيسيون والبوسيشن تكون عندك. بالنسبة إلى تسديدات موريتانيا أكثريتهم في وسط منطقة الجزاء، والهدف من النقطة الحمراء هوني في وسط منطقة الجزاء. وهوني هاكم تراو كل ما الدورة تبدأ كبيرة
معناتها الاكس جي توقع الهدف يبدا مرتفع، وهوني هاك تراو قريبه برشا للمرمى. هذاك علاش الاكس جي هوني مرتفع، لانه الديستونس والمسافه قريبه من المرمى. كما قلت لكم المسافه، الزاويه، وجود المدافعين وتموقعهم بالنسبه للاعب اللي باش يقوم بالتسديده، هذا الكل يدخل في نسبه تسجيل الاهداف او توقع الاهداف الاكس جي. الهدف تسجل هوني من النقطه الحمراء انه الاكس جي نتاعو معناتها طايح بالنسبه للتسديدات الاخرين والاماكن الاخرين. اذا كان الكاب فيردي قويه في التسديدات، راهو زاد موريتانيا تستعمل هذا السلاح. بالنسبه للهيد تو هيد، المواجهات المباشره بين موريتانيا والكاب فيرد، هذه المباراه ستكون اول مواجهه بيناتهم، رغم اللي انهم لعبوا ضد بعضهم في الافريكان نيشن تشامبيونشيب، ظهر لي في الشان، وين يلعبوا باللاعبين اللي يلعبوا في الدوريات المحليه. وكان ذلك في 2019، وين موريتانيا ربحت 2-1 في نواكشوط. نرجع توا لتوقعات السوبر كمبيوتر لأوبتا، شركة أوبتا للتوقعات والإحصائيات الرياضية. كما قلنا من الأول 56.3 فوز الكاب فيردي في دقيقة 90، حتى في حدود دقيقة 90، و 22.1% فوز لموريتانيا، يعني نسبة فوز موريتانيا 22%. كي تزيدها انت التعادل معناتها في دقيقة 90، نوصلوا تقريبا ل 42 أو 43.43% إنه الكاب فيردي ما تربحش. ولو هكا لازمك تقراها زاد. إذا كان الكاب فيردي راي باش تربح بنسبة 56%، راهو فما 44% الكاب فيردي ماهيش باش تربح في 90 دقيقة. في حدود 90 دقيقة يا موريتانيا تربح يا نوصلوا للتعادل. نسبة محترمة جدا، حظوظ محترمة جدا لموريتانيا باش تتغلب وتوصل للربع النهائي لأول مرة في تاريخها.